في ناس بتخسر احترام اللي حواليها بالتدريج من غير ما تلاحظ، مش بسبب ضعفهم لكن بسبب عادة صغيرة جدا بتتكرر كل يوم، وفي لحظة الناس تبدأ تشوفك بشكل مختلف. أول حاجة بتقلل من قيمتك إنك تبرر نفسك طول الوقت، كل قرار، كل تأخير، كل غلطة كأنك واقف قدام محكمة بتحاول تثبت إنك تستحق الاحترام. لكن الحقيقة اللي عايز يفهمك هيفهمك، واللي قرر يسيء الظن ولا ألف تبرير هيغيره. تاني حاجة بتقلل من قيمتك إنك تكون متاح طول الوقت لأي حد وفي أي وقت. في البداية الناس هتشوف ده لطف، لكن مع الوقت الناس بتتعود، والناس بيتعودوا أسرع مما تتخيل. لما وجودك يبقى مضمون دايما الناس تبدأ تعتبرك شيء ثابت، مش شيء مهم لكن شيء متوقع. تالت حاجة بتقلل من هيبتك إنك تحول نفسك لمصدر ضحك طول الوقت. في فرق بين الشخص الخفيف والمهرج. لما تسمح للناس تقلل منك بهزار انت بنفسك بتعلمهم ان احترامك اختياري. رابع حاجة انك تحاول ترضي الجميع. كل مرة تغير نفسك علشان حد يقبلك، كل مرة تسكت علشان محدش يزعل، انت بتوصل للناس انك مستعد تخسر نفسك علشان تكسب رضاهم. خامس حاجة بتقلل هيبتك الكلام الكتير. كلما تكلمت اكثر كشفت عن نفسك اكتر واكتر واكتر، لكن الشخص الهادي الناس تحسب له ألف حساب. سادس حاجة إنك تحكي أحلامك لكل الناس. بعض الأحلام بتموت بسبب كثرة الكلام، اتكلم أقل وإنجز أكتر. سابع حاجة الخوف من الرفض، فتوافق وإنت مش عايز أصلا، وتسكت وإنت بتتألم، وتتحمل فوق طاقتك علشان بس ما تخسرش حد. لكن الحقيقة الشخص اللي يعرف إمتى يقول لأ هو الشخص اللي يعرف قيمته. وفي النهاية الهيبة ليست صوتا عاليا ولا قسوة ولا خوف الناس منك. الهيبة الحقيقية أن يكون لوجودك وزن، والناس يعاملونك كما تسمح لهم.